خد بالك انك لو فضلت محلك سر كل يوم هيعدي عليك من غير ما تنجز حاجه او حياتك تتغير او تنقل الخطوه لقدام، وفجاه تلاقي نفسك نفس الشخص اللي كنت عليه من سنه، محلك سر بدون اي تغيير. وخليني اقول لك على قصص واقعيه بنشوفها في حياتنا كل يوم. في شباب في مطلع عمره لسه بيحلم انه يفتح مشروع خاص بيه ويكسب منه، ولكن على النقيض بتلاقيه ممكن يقضي مثلا 6 ساعات في اليوم على التيك توك وبرامج السوشيال ميديا المعروفه. كمان في بنات بتحلم انها تتجوز بشخص ناجح ومثقف على خلق، بس هي عملت ايه عشان تستحق ده كله وتوصل له؟ ولا بتشتغل على نفسها ولا بتتعلم شيء جديد ينفعها في حياتها الزوجيه مثلا، ولا بتطور من نفسها عشان تكون مستعده تكون زوجه وام وحبيبه. كمان في نموذج تاني من الشباب عايز يبقى غني ومشهور وكل الناس ملمومه حواليه، بس برضه هو عمل ايه عشان يوصل للحلم ده؟ كل اللي بيعمله انه للاسف نايم على المخده، يا بيان عن الحظ يا اما بيضيع وقته في التفاهات واللا شيء من غير هدف حقيقي. وكمان ممكن يتخلى عن مبادئه واخلاقه ويقلد ترند من الترندات الفاضيه عشان بس يوصل بسرعه. وطبعا في نماذج من ديت كتير جدا احنا بنشوفها في حياتنا اليوميه. الاشخاص اللي احنا اتكلمنا عليهم دول هم عايشين للاسف بدون هدف وبدون خطه وطبعا بدون نتائج.